مين الطفلين دول وايه حكايتهم؟ دول قلبين الدنيا خالص. دول واحد اسمه مؤمن بيه والتاني اسمه جابر بيه. في بلوجر بيمشي في الشارع بيعمل خير مع اي اطفال، مع اي حد بياع، مع اي حد، ربنا يجازيه خير، ومش عايز حد يعرفه للمعلومة، لان هو بيصورش نفسه، هو بيصور الناس اللي رايح لهم وبيديلهم الخير. بيشجع بقية البلوجر وبقية اليوتيوبرز يعملوا زيه وينزلوا يتصدقوا على الناس في الشارع ويدوهم. اما بالنسبة انك بتصور فده هتصوره ومحدش عارف ان انت اللي عملت كده. بس الصدقة هنا تسمى على مسمى الصدق، والصدق هنا بيجي انك بتتصدق من قلبك، وان ايدك اليمين ما تشوفش ايدك الشمال انفقت ايه، وايدك الشمال ما تشوفش ايدك اليمين انفقت ايه، وكذلك. اما انك تصور فيديو وانت بتساعد حد، انت كده مش بتساعده او بتصدق عليه، انت بتكسره قدام الناس، انت بتوضحه للناس. جايز الناس تعرفه، يعني جايز الموضوع يبقى كويس والناس تعرفه وتروح تديله، تمام. بس في نفس الوقت جايز هو لما يشوف الفيديو ما يتقبلش اللي حصل ده ويحس ان هو انكسر، خصوصا لو عنده اولاد او كذا، يعني هيحس ان هو انكسر قدامهم. فيعني راعوا الحتة دي. يعني مش هينفع ان انا اعمل خير واتصور. طب انا بصور ليه؟ طب صور اي حاجة تانية. ما تديش حد لقمة وتصوره وانت بتديها له، انت كده مش بتساعده، انت كده بتكسره. كده انت بتكسره وبتزعله من جواه وبتزعله على نفسه ان هو وصل للدرجة دي والمرحلة دي، خصوصا ان هو لو انشهر كمان، خصوصا ان هو لو انشهر والفيديو بتاعه طلع ترند زي الطفلين دول، لولا عشان اطفال صغيرين هم فرحانين بالتصوير والناس عماله تتصور معاهم، والناس عماله تصورهم ويعملوا لهم كده ويعملوا لهم كده والحركات دي، هم طفلين بيلعبوا فما يعرفوش الكلام ده. لكن الكلام ده لو مثلا راجل كبير في السن وعنده اولاد، او ست كبيره في السن وعندها اولاد، لو اتعامل معاها اللي بيحصل ده هتبقى مكسوره من جواها، وكل واحد هيروح يقول لها انا عايز اتصور معاكي، هتبقى مكسوره ومجروحه من جواها انها ايه اللي وصلها للكلام ده. كانت بتبيع شويه خضره او بتبيع شويه مناديل وبتكسب فيهم وبتقول الحمد لله وبتروح وخلاص. فالموضوع هيبقى مثلا سلاح ذو حدين، ان هو ان انت هتعرف الناس بيه، الناس هتساعده، والجزئيه التانية ان هو ممكن ما يبقاش حابب ان هو يطلع، يعني ان هو بيمد ايده لحد او حد شايفه ان هو بيمد ايده وبياخد مساعده من حد، ده فضيحه على الملأ. خصوصا يعني انت لو مشهور هتشهره قوي وتخليه الناس كلها تتفرج عليه. فالصدقه مش كده خالص. وزي ما انا قلت لكم ان هي جايه من الصدق، والصدق هنا بنيتك انك آه، امين مع ربنا، انك بتدي الراجل ده عشان خاطر تاخد ثوابه من ربنا، مش عشان خاطر حاجة تانية او اي حد يدعي لك ويقول لك ربنا يخليك او ايه، او ربنا يدخلك الجنة. يعني انت بتتصدق عشان خاطر وجه ربنا سبحانه وتعالى، مش اي حد تاني خالص، مش اي بشر. لان لو اي بشر ده هيبقى اسمها رياء. بس كده. لو اول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك ولايك على الفيديو، صلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي رأيكم في الموقف ده، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.